تشهد الإسكندرية في تاريخها الطويل استقبالا لبطل مثلما شهدت يوم استقبل الرئيس اللواء محمد نجيب في زيارته الأخيرة. وكان في استقباله عند وصوله محافظ الإسكندرية ومدير البلدية وحكم دار البوليس وقائد المنطقة الشمالية وعدد من ضباط الجيش والبوليس. وما كادت الجماهير تشاهد الرئيس حتى خفت لتحيته وأحاطت به من كل جانب بين الهتافات المدوية كحياة مصر وجيشها الباسل ومنقذها العظيم. وقصد الرئيس إلى سكنات مصطفى باشا حيث قابل حكم دار وضباط البوليس الذين حضروا لتحيته. وعلى الأثر زار الرئيس المستشفى العسكري فتفقد حالة الجنود المرضى وواساهم ووزع عليهم السجاير والحلوى. وقد قابل المرضى هذا العطف الأبوي من قائدهم العظيم بالشكر والدعاء. وزار الرئيس بعد ذلك مركز تدريب لواء من المشاة وكتيبة من كتائب البنادق المشاة وبطارية للمدافع المضادة للطائرات والسجن الحربي وسلاح الفرسان. وقد تفقد الرئيس هذه الأسلحة واستمع إلى كل شكوى تقدم بها جندي من الجنود وأمر بتلافي أسباب كل الشكاوى العادلة فورا. ثم صافح بيده الضباط والجنود وأسدى إليهم نصائحه الغالية. وقد غرست هذه الزيارة في نفوس الضباط والجنود بذور الإيمان والقوة والاعتداد بالنفس وبعظمة الجندية في عهد الحرية الجديد. وزادت هذه الزيارة الرئيس قربا إلى قلوب الضباط والجنود وزادتهم هم إيمانا بقائدهم العظيم وإدراكا للواجبات الملقاة على عاتقهم في سبيل تحقيق نهضة البلاد الكبرى. في صباح اليوم التالي قام الرئيس بجولة بدأها بزيارة مصلحة خفر السواحل. ثم توجه الرئيس إلى سكنات السلاح البحري حيث شهد حفل تخريج 59 ضابط بحري من الكلية البحرية. وقد شهد هذا الاحتفال مع الرئيس السيد سليمان حافظ نائب رئيس الوزراء والسيد حسين أبو زيد وزير المواصلات. ووزع الرئيس الجوائز على المتفوقين ووجه النصح إلى الخريجين. وقصد الرئيس بعد ذلك إلى اليخت المحروسة وبرفقته السيد سليمان حافظ والسيد حسين أبو زيد وكبار ضباط الجيش والبحرية. وطاف الرئيس ومن معه أنحاء المحروسة مبديا عجبه من مظاهر البذخ والترف. ووقف الرئيس في المكان الذي قابل فيه الملك السابق وأخذ يشرح لمن معه الموقف التاريخي الخالد. وقال الرئيس عن هذه المقابلة: لقد كانت دقائق تحول فيها تاريخ مصر. ثم استقل زورقا بخاريا خرج به إلى عبد البحر حيث تفقد بعض وحدات الأسطول المصري لمشاهدة مناورة بحرية جوية. ثم توجه إلى الفرقاطة فارق التي تقرر أن تكون سفينة القيادة في المعركة. وقد اشترك في هذه المناورة
التي استمرت حوالي 3 ساعات متوالية بعد وحدات الأسطول والسلاح الجوي. وقد أطلقت الفرقاطة طارق مدافعها على أحد الأهداف، فأعجب الرئيس بدقة جنود مدفعية السفينة بما أبدوه من مهارة وقدرة عظيمين. قامت إحدى الوحدات البحرية بمناورة رائعة وأطلقت مدافعها المضادة للطائرات، ثم ألقت قنابل الأعماق المضادة للغواصات، مما يشهد بما يتمتع به جنود الأسطول من مهارة وروح عالية. وتوجه الرئيس إلى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، حيث استقبله مدير الجامعة وعمداؤها وأساتذتها، وقد ودع الرئيس عند مغادرته وداعا حارا من أبنائه الطلبة. وصعد الرئيس إلى ملعب البلدية، حيث اجتمع ألوف من أعضاء نقابات العمال المختلفة فحيوه بهتافات حماسية حارة. وقد ناداهم الرئيس أبناء العمال، وأقول أبنائي لأن لنا الفخر والشرف لأن نكون عمالا، وما دمتم مؤمنين بأننا نعمل